وعليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. وياكم مستر كراش، رجعت لكم فيديو جديد. قبل ما يبدأ الفيديو، اذا كنت فاضي شوف المقطع، اذا كنت مستعجل وعندك اشغال حط لايك واطلع من المقطع. نبدأ بالفيديو. شباب، الحكي اللي تسمعونه نابع من قلبي، فاذا كنت اكبر مني اعتبر هالنصيحة من اخوك اللي اصغر منك، واذا كنت اصغر مني اعتبر هالنصيحة من اخوك اللي اكبر منك. قل بسم الله. انا ما اعرف الحلم اللي كنت مخطط له، وما يهمني كيف كنت متحطم عشان توصله، لكن هذا الحلم اللي انت ماسكه في مخيلتك تراه مو مستحيل تقدر توصله. وفي بعض من اللي يسمعوني هالحين دائما صعب توصل لحلمك، صعب انك تغير في حياتك. لا يا اخي، لا تقول كذا. الناس شغالة على تحقيق أحلامك وأهدافك اللي أنت مخطط لها. ليش أنت ما تقدر؟ لما تشوف يخطفون أحلامك تحس بفشل، خيبة أمل يا أخي. تحطيم داخلي، ألم، كسر في داخلك. في اللحظة اللي أنت معاتب نفسك فيها تقول يا رب وش صاير لي أنا فقط أحاول أن أهتم بنفسي. وإذا عندك أبناء تقول أنا أهتم بأبنائي، أهتم بأمي. أنا ما أحاول أسرق حلم أحد. ليش هذا الشي يصير لي؟ ليش لازم يصير لي؟ إنك متحطم نفسيا ما تقدر توصل لهدفك. هذا الشي ما يصير بس للناس الفاقدين الأمل، قلوبهم ضعيفة. وش يعني قلوبهم ضعيفة؟ ضعيفة إيمان، ما يطلبون الله، ما يصلون. إذا طلبت ربك سبحانه ما يترك في كل الأحوال. اخلص، اترك النية لله عز وجل، والله بترتاح. اطلب ربك حتى لو كنت بتمخلص، اخلص النية لله عز وجل. قال الله ادعوا لي فاستجب لكم. حتى لو كنت مقصر الله ما يترك سبحانه. اسأل مجرب، وفي ناس مجربين وانا مجرب، لكن انت ما تعرف حقيقة. لا تستسلم، لازم تعرف في داخلك انك الوحيد اللي تقدر تسوي التغيير. في ناس كثير يشتكون انهم ما يقدرون يوصلون لشيء. ليش تشتكي يا اخي؟ هم ما يبون يسوون اي تغيير في حياتهم. تشتكي ليش؟ لانك خايف من الفشل. طبعا اني من 2015 بدأت بقناتي، وكان حلم حياتي والله يا شباب انه اوصل 100 مشترك. وكان في ناس يقولوا لي انك ما تقدر ابد توصل ل100 مشترك، ولكن بفضل الله وصلت الى 100 مشترك. كان هذا مقطع قصير جدا. اذا عجبك المقطع لا تنسى اللايك والشير والكومنت. كان معك مستر كراش، والى اللقاء.